قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ومع صورة أخرى للسبب الثاني الذي تخرب به المرأة بيتها: العصبية للأهل. كنا ذكرنا فيما مضى بعض النساء اللي الناس حذروا الرجال منها. المرأة لو طبعها غالب عليها هذه الصفات اهرب منها وما تتجوزهاش، لأنها في الغالب هتبقى حياة بؤس ونكد ومشاكل ومش هتستمر. وقلنا ان هي يعني في ناس يعني كترت الصفات معاها وفي ناس قللت شوية، لكن احنا يعني ذكرنا لكم او اعتمدنا لكم ما روي عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب ان حذر من الزواج من هذه المرأة ان كانت أنانة او منانة او حنانة او حداقة او براقة او شداقة. واحنا اشرنا الى هذا بسرعة. والمرأة اللي الصفة اللي بتيجي في الكلام بنعرج عليها، يعني بنعرج عليها. المرأة الحنانة اللي هي دايما تحن لأهلها، الانتساب للأهل وده شرف يعني، بس لازم نفهم أنا نسبتي للإسلام دي المظلة الكبيرة اللي لازم كلنا نفتخر بيها ونحرص نكون تحتها، ما نخرجش عنها. هو سماكم المسلمين من قبل. الإسلام اداني واجب شرعي في أعرف حدوده في الانتماء والبر والسمع والطاعة للوالدين، يبقى الأسرة. واداني علاقة الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يبقى دايرة الأهل والأقارب أو زي ما سماها القرآن الأرحام. وبعدين أمة الإسلام، أمة الإسلام دي دوائر، بس لازم نفهم إن إحنا بنعيش هذه الدوائر يعني في مراحل حياتنا. فالشاب قبل الزواج هو عايش تحت مظلة الأسرة، البنت قبل ما تتجوز عايشة تحت مظلة الأسرة، أمها وأبوها. فلما تبقي يا ست البنات متصلة بأمك وسرك معاها وحريصة تستشيريها ومتخبيش عنها حاجة، ده صفة مدح ليكي. لما يحرص الولد والبنت انه ما ينام الا لما يقبل راس ابوه وامه وايديهم، ده جميل. او يصبح الصبح يستقبل اليوم الجديد بالبسمة الحلوة في وش امه وابوه ويقبل الراس والايد، ده جميل. لما يحرص الولد والبنت في ظل الاسرة انه ما يخالفش، ما يعاندش، ما يستفزش امه وابوه، ما يقولوش يمين يقول شمال، ولا حتى لما يقول اخلص اللي في ايدي اجيلكم، لا، انما سمعا وطاعة. هو ده كل ده يبقى صفة مدح. لكن لما يكبر الولد ويتزوج او تكبر البنت وتتزوج، الدايرة وسعت شوية، خرجت. فيبقى الولد مطلوب منه انه يبقى قائد، لانه اصبح رب اسرة. هيسألوا ربنا عن نفسه وهيسألوا ربنا عن زوجته، ولو ربنا اداله اولاد هيسألوا عن اولاده. اما انت كنت عايش مع عمك وابوك، انت كنت بتتربى على ايد امك وابوك وبتتمرن على ايد امك وابوك ازاي تبقى راجل ورب بيت. حضرتك لما تبقي مع امك كنت بتتربي ازاي تبقي زوجة صالحة، ازاي تبقي ام صالحة. فساعة ما تخرجي من بيتك لازم الى بيت زوجك، لازم تعرفي ان المسألة هنا اختلفت. لو جه ابوكي وقال لك امر وجوزك قال لك امر، تمشي كلام مين شرعا؟
ابوك قال لك تعالي يا بنتي انا عايزك، جوزك قال لك لا ما انتش خارجه ولا رايحه ولا جايه. العصبيه هنا للاسره تخرب البيت. تقول له لا ده ابويا، طز فيكوا في اللي جابوك واليوم اللي شفتك فيه. الاب ما يتغيرش ولا يتعوض، انما الزوج يتغير ويتعوض. هذا فهم مغلوط. صحيح الاب ما بيتغيرش، يعني مش هتنسبي لغير ابيكي، ده كلام صحيح. وصحيح ان ممكن يكون من نصيبك تغيري بدل الراجل 3 و4، لكن مش هو ده المعتاد او المأمول في الشرع. اذا كان ربنا كتب عليك احنا ما نعرفش، ما حدش فينا يعرف اللي ربنا مقدره ايه. يعني واحده اتجوزت واتطلقت، طب وبعدين ذنبها ايه يعني؟ خلاص عيشها مع الراجل ده انتهى، سبحان ربي العظيم. واتجوزت ومات جوزها، طب هتعمل ايه؟ هترجع له حياته يعني؟ مش هينفع. واتجوزت والله اعلم، ما ينفعش نقول بقى انت مدوباهم كام، هي موتتهم؟ لا اله الا الله، ذلك تقدير العزيز العليم. ودي ابتلاءات، امر ليس سهلا، ليس ميسورا. ولو حصل هذا للمرأة المسلمة بتبقى تجارب، وما بتذكرش اللي علاقتها انقطعت بيه بأي سوء. مش معناها انه كان يعني ملك، لا، بس هي عارفة دينها بيقول لها ان ما ينفعش تفشي سر بيتها ولا سر زوجها اللي مات او سر زوجها اللي طلقها ابدا. خلاص هي كانت غلطانة تستغفر، هو غلطان ربنا يسامحه، لكن ابدا ابدا. تزوجت ثم مات زوجها شهيدا، فتزوجها سيدنا ابو بكر، ثم توفي رضي الله عنه، ثم تزوجها سيدنا علي. عيالها الاثنين من راجلها الاولاني والثاني يتنططوا على بعض، كل واحد بيقول له لاخوه انا اشرف منك، ابويا افضل منك. فزوجها الثالث سامع الحوار وعايز يحل الاشكال، قال لها حل الاشكال بقى، ما ينفعش ان العيال يشوفوا كده، ما كفايه ان انتم امكم واحده، لازم تحترموا بعض وتحبوا بعض، او كفايه ان ابوكم واحد. يعني لو اخوه لاب او اخوه لام ما ينفعش يتنططوا على بعض. اذا كان ابوهم واحد استحوا، واذا كانت امكم واحده استحوا. فقالت الاولاني كان زين الشباب، فيش شاب في الدنيا يملى عيني قدامه هو وبس. والتاني كان زين الشيوخ، مفيش راجل في سنه يساويه ابدا. هي دي المرأة المسلمة، لدرجة ان سيدنا علي قال لها انت ما سبتيش للاخير حاجة، يعني اذا كان ده زين الشباب وده زين الشيوخ، اما انا هروح فين يعني؟ انا ماليش نصيب في المدح ده؟ لا لك، لان المرأة المسلمة لا تذكر زوجها بسوء ابدا، ما تذكرش عيب زوجها ابدا. وكذلك الرجل المسلم يحرص الا يفشي سر بيته او يهين زوجته، ولازم الزوج والزوجة يتعاونا على هذا ان كانوا مسلمين حقا. العصبية للاهل هنا معناه تخلف عن التربية الإيمانية، معناها ان الزوجة دي ما تربتش إيمانيا، معناها ان مفاهيمها للحياة الزوجية مغلوطة مش صحيحة، تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فالإسلام يوجب لو أمر الزوج وأمر الأب والأمران متناقضان أو مختلفان يقدم ويستجاب لأمر الزوج وليس لأمر الأب. افهمي كده كويس، افهمي كده كويس. والزوج المسلم يفهم كده، والأب المسلم يفهم كده. الزوج المسلم يفهم كده فلا يتنازل عن حق شرعي، ويتجمل فيما يستطيع. يعني يجبر بالخاطر ماشي، لكن لو حاجة يترتب عليها مفسدة لا، ده انت المسؤول يا ابني. انت يا ابني اللي هتخش النار بسبب مراتك او عيالك، او هتخش الجنة بسبب مراتك او عيالك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمرأة اللي هتلغي كلام جوزها عشان تمشي كلام ابوها او كلام امها او كلام اخواتها، هذه امرأة لا تفهم الاسلام، وهذه امرأة تخرب بيتها بيديها، لان عندها عصبية لاسرتها. ده ما ينفعش لا لاسرتك ولا لصاحبتك ولا لكائن من كان خالص.
انت لو في تمسك يبقى لبيتك، لو في عصبيه تبقى لاسرتك لجوزك. اخواتك ست البنات لو كانوا مش متجوزين يخلوا النصيحه لنفسهم لما يتجوزوا يعملوا في بيتهم اللي هم عايزينه، ولو كانوا متجوزين كل بيت له وضعه. انت فاهمه ان انت هتبقي صوره من البيت اللي انت اتربيتي فيه؟ انت عايزه تبقي زي امك صوره بالكربون؟ تبقي غبيه. فلا انت امك ولا جوزك ابوكي. انت عندك صفات شخصيه تميزك وجوزك عنده كذلك، ومش بالضروره تبقوا زي او صوره مطابقه للاب والام عشان تبقوا حياه واحده. حتى لو كنتم مطابقين، ياما حاجات عدت على امك وامك ندمت عليها، قالت يا ريت كنت عملت كذا وغيرت كذا، بس خلاص العمر راح. والاب كذلك، كل انسان في الوجود كده تيجي عليه لحظات يحاسب نفسه، نفسه كان غلطان، كان مقصر، كان كذا كان كذا، كان متهور متسرع. فانت لا، انت بتتكيفي مع جوزك، والضابط ليكي ولجوزك شرع ربنا، مش مفاهيمك ولا اللي شفتيه من امك ولا اللي شفتيه من ابوكي ولا راي اختك ولا راي صاحبتك. المراه اللي بتدخل صاحبتها واخواتها وامها في حياتها مرة فاشله، مرة فاشله. المراه اللي تقول لصاحباتها على يبصوا لجوزها ايه رايكم؟ جوزي حلو ولا لا؟ انت غبيه، انت غبيه. كل واحد له مقياسه الخاص بيه، انت اخترتيه وقبلتيه، خلاص احمدي ربنا. القرد في عين امه غزال. اكفي على الخبر مجور، وكفايه عليك انت وجوزك، هتعيشوا اسعد الحياه. انما انت هتبصي وتقارني مش هتعيشي، هتدخلي عيون اخريات. طب صاحبتك اللي انت خليتيها بصت لجوزك دي، او انها قعدت معاه، او وريتيها الصوره، ما يمكن تخطفوا منك. وياما اصحاب خربوا على بيوت بعض وخانوا بعض، سمعنا وشفنا كتير. اتقوا ربنا، حرام عليكم، ما تفتحيش بيتك للشيطان بايدك، فهذا مما لا يحسن عاقبته ابدا، نهايته دايما شر، ده يخرب البيت. حتى اخواتك، حتى اخواتك، لان كل واحده ليها. لو اختك زعلانه ببيتها مش عايزه تبين انها زعلانه، اما هتديكي نصيحه دي حسب فهمها هي وخبرتها هي، مش بالضروره اللي هتقوله لك يمشي مع جوزك او يمشي معاكي وانت وجوزك. وبالتالي لا، الاولى انك تحترمي وتتعصبي لشرع ربنا. انما اهلك خلينا في دايره الطمانينه والود والسلام، هنشوفهم هنسلم عليهم، هنتحرى اخبارهم، هنفرح لما يبقوا كويسين، هنزعل لما يبقوا تعبانين، هنزورهم لما يبقوا عيانين، هنشيعهم لما يبقوا ميتين. لو طلبوا المساعدة مننا واحنا نقدر ما نتأخرش. لكن كل ده في علاقتك بأسرتك وأصحابك لازم يتم تحت مظلة الحياة الزوجية. يعني ايه؟ لازم جوزك يأذن ويرضى، لازم تقولي له ويقول لك ماشي موافق، خدي روحي تعالى اما اوديكي. اذا ما فيش الاذن والرضا يبقى لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. وضحت دي تماما. هو كون بقى يتحمل مسؤوليته قدام ربنا انه قاطع للرحم، دي قضية تانية، دي قضية ربنا ما بيضيعش عنده الحقوق على فكرة. يعني المرأة لما بعتوا لها ابوكي مريض، قالت جوزي لم يأذن لي بالخروج، الله يشفيه. يومين وبعتوا لها ابوكي مات، قالت الله يرحمه، زوجي لم يأذن لي بالخروج. لما طبعا هم زعلوا اخواتها، لما رجع جوزها من الجهاد كان في سبيل الله، فقالوا له ده حماك مات وحصل كذا وكذا. لما ايه قالت جوزي ما اذنليش ولما مات، فزعل جدا، قال لها لا انا ما منعكيش عن ابوكي، وراح اشتكاها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي قال غفر الله لأبيها بطاعتها لزوجها، غفر الله لأبيها بطاعتها لزوجها. تخيلوا، افهموا،
ما بنقولش ما بنناديش بهذا، لا احنا بننادي بصلة الرحم، لأن ربنا قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لأن الزوج لما يمنع زوجته من صلة أرحامها، خاصة الأب والأم والإخوة، يحمل وزرا لا يستطيعه يوم القيامة، لا يستطيع يوم القيامة، ويقدم لأولاده أضرارا مركبة، ويكون من أولاده نفوسا معقدة. بس دي نقطة تانية، حتى لو ابتليت براجل زي ده اسمعي كلام جوزك. ولذلك الأب لما يبقى عنده دين وعنده عقل وبنته خلاص اتجوزت وخلفت، طيب هي مش مستحملة الحياة المرة دي وجوزها مانعها من أهلها ويسيء معاشرتها، الراجل الأب مش هيملك إلا إنه يقول لها لو كان فاهم دينه عشر بالمعروف أو فرق بالمعروف. صعب، حياته صعبة، خلاص سيبي له عياله يا بنتي. فالأب أولى بأولاده. المرأة لو كانت خاصة كانت صغيرة في السن لها رغبة تنظر في الحرام، بيبقى أولى الحلال بقى. إذا كنت مع جوزك وتبص في الحرام، أمال لما تبقي مطلقة هتعملي إيه؟ ترفعي راية فوق البيت؟ فالمرأة لما تبقى صاحبة حاجة خديها في الحلال يا بنتي. يبقى سيبي الأولاد لأبوهم، وحقك عند أبوهم لازم يأديه، يجيب لك أولادك تشوفيهم ويصلوكي ويقضوا معاكي وقت وتطمئني عليهم ولا يسمعون عنك إلا كل خير. دي حقوق الإسلام حفظها وتكفل بيها، ولو الزوج أثر في كده حسابه على الله، ده يعني يهلك نفسه بهذه المظالم إن فعلها. وروح اتجوزي يغنيك ربنا من فضله، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. الأب هيقول كده، سيبي أولاده له لأنه هو أبوهم، وانت تعالي لي وأسأل ربنا يبعت لك الزوج الصالح اللي يغنيكي. تقول له لا أنا ما أقدرش أسيب أولادي. طب ما انت لما تقعدي على عيالك، لو اتطلقتي وقعدت على عيالك عايزة تشقي عليهم وتجمعي لهم، يعني القانون هيديكي ايه من ماله؟ يعني ما هو برضه في رقبته مسؤولية، اللي هيديهولك مش هيكفي. لما انتوا قاعدين مع بعض الرغيف بيكفي، انما لما هنعمل حسبة ليكي وانت عايشة لوحدك الدنيا صعبة. اكيد هتتعبي انت واهلك عشان تربي عيالك، وهتتعبي في نفسك عشان مش هتلاقي حلالك. طب وتعذبي نفسك ليه لو انت عاقلة؟ ما احنا قلنا سيبهم له. لا ما اقدرش اسيبهم، ما اقدرش اسيبهم، يبقى اخف الضررين استحملي النكد اللي انت شايفاه منه. ان كانت عيوبه بقى خلاص، وكده ابوها يقول لها كده خلاص يا بنتي انت مش قادره تسيبي عيالك، يبقى خليكي معاه منك، لو احتجتي حلالك اهو معاكي حلالك. اتنين، ما حرمتيش عيالك من ابوهم وامهم في نفس الوقت. تلاتة، ما رحمتي نفسك من غلواء الحياه. الضرر هيبقى عليا انا كابوكي، مش هشوفك او هبقى محروم منك. انا استحمل ابتغاء مرضات الله عشان اشوفك بتربي عيالك واشوفك بيتك مقفول عليك. ده دور الاب، لازم يتحمل، مش انه بيرميها او انه مصدق انه يتخلص من همها او النفقه عليها، لا والله ابدا، هذا هو الدين. فلما انت تتعصبي لاهلك وتاخدي المشاكل كلها مع جوزك بسبب اهلك، تبقي امراه حنانه. انت هو بيعمل، لا ابويا ما كانش بيعمل كده، لا امي ما كانتش كده، لا امي بتقول كذا، لا امي مش عاجبها كذا. يا بنتي لازم جوزك هو اللي كلامه يمشي. انتوا لو بنتين تلاتة اخوات اربعة اكتر اقل، صوابعك مش زي بعضها. هو عاش معاكي وممكن يكون محترم لابعد حد في جزئية العلاقة باهلك، يعني يبقى راجل محترم ويحترم ابوكي ويحترم امك وما يستحملش عليهم اي كلمة مش كويسة، ويجري وبتاع واجب وكريم. احمد ربنا، مسألة واضحة. طيب جه اختك اللي اصغر منك او اللي اكبر منك اتجوزت، جوزها غير جوزك، جوزك كان طري، جوزك كان متساهل في حقه، خدك ورحتي عند اهلك وبعدين قال لك يلا، قلت له لا شويه، او اهلك قالوا له لا خليها كمان الليله دي،
استحى منهم وبيحترمهم، قال ماشي. هو غلطان، المفروض هو اللي بيمشي بيته، مش حماه ولا حماته ولا انت. وكان المفروض لما يقول لك يلا تقولي حاضر. هو لما مر على مرة على مرة حاضر 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 ما بقتش له كلمة. اختك التانية لما اتجوزت جوزها كان متمسك بحقه، اول مرة قال لها يلا، فزي ما قالوا معاكي قالوا معاه، خليها، سابها وراح ماشي. امك ما تقدرش تكررها تاني، ابوكي ما يقدرش يقول له عشان خاطري تاني. ليه؟ لان هو اداهم الدرس من اول مرة. فساعة ما يقول يلا اختك تجري معاه. يعني اختك احسن منك؟ اختك بتفهم وانت ما بتفهميش؟ امك وابوك بيحترموا جوز اختك وما بيحترموش جوزك؟ عمر الدنيا ما هتبقى سوا. ولما تخش المقارنات دي بسبب حنيتك الزايدة لأهلك دي، بيتك يخرب، فجوزك يلاقي نفسه مش محترم بالقدر اللي بيه عديله محترم، بسبب العلاقة مع بيت أهلك. العلاقة ببيتك انت اتأثرت وبقت حياتك مش كويسة. لو جوزك على قد حاله او العكس ميسور الحال، واختك على عكسك، النفوس مش هتبقى سوا، مش هتبقى سوا. حتى لو في الشكل الظاهري مش هتبقى سوا، وهيترتب عليها حاجات في النفس تنعكس في التصرفات، بيتك بيخرب. يبقى كل ما هنتقابل فانت تقول له يلا عايز اروح، يقول لك بلاش. هو مش ضد صلتك بارحامك، بس هو مش عايز يروح في الوقت اللي فيه الجمع ده. العيال بيمسكوا ببعض، بيتكلموا مع بعض، وردود الافعال مش واحده. الخاله العاقله ما تزعلش لما ابن اختها يضرب ابنها مثلا، لانها ام للاتنين. في واحده بتطنش، في واحده ما شافتش، في واحده المشكله كبرت وهي شايفه وما تدخلتش. مش الاباء مش زي بعض، الازواج. فهو مش عايز يعمل مشكله، وبالتالي مش عايز يتجمع في الوقت ده. عايز اقول لك ان الاسباب كتير قوي بتخلي المسافه بينكم توسع. على قد انت ما تقولي لي انا متعصبه لاهلي وانا اهلي وهم اهلي وماليش غير اهلي، انت بتبعدي عن جوزك. انت المسافه اللي بينك وبين جوزك بتبعد. انت حاجه من الاتنين، يا بتقعي في الطلاق يا بتعيشي في الغضب والمعصيه، وربنا ما يباركش في البيئه دي ولا في العيشه دي ولا في الحياه دي. يبقى المراه الحنانه، المراه المتعصبه في انتمائها لبيتها لاسرتها لاهلها. حاجه غريبه جدا الاقي اسره من الاسر امرها بالنسبه لي عجب يخليني امشي بظهري، يعني مش قادر افهمها. لا في اخ بيسال على اخته، ولا اخت بتسال على اخوها، ولا الاخ والاخت بيتجمعوا عشان يبعتوا رحمه لامهم او ابوهم بدعوه صالحه ولا بصدقه، ولا يعني كل واحد مشغول بحاله، وكل واحد يقول لك الدنيا تلاهي. واول ما يسمعوا سماع كلمه عن اي حد فيهم يسخنوا ويغلطوا ويتعصبوا ضد الطرف الثاني. ومع انا مش ضد ان احنا نحب بعض كاخوات، ده الاسلام يا اخوانا، بس العصبيه في الاسلام مش كده. النبي قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا نعرف كيف ننصره مظلوما يا رسول الله، يعني هنجيب له حقه من الظالم، فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه من ظلمه فذلك نصره. لازم اقول لاخويا لا انت ظالم، ادي الحق اللي عليك. لازم اقول لاختي لا انت ظالمه، ادفع الحق اللي عليك. الحقوق دي مش فلوس، ممكن تبقى فلوس، ممكن تبقى كلام، ممكن تبقى نظره، ممكن تبقى فهم. ما اقبلش الغيبه ولا النميمه ولا الانتقاص ولا الاخ ولا الخطا. لا تقبلي الخطا في اهلك ولا تقبلي الخطا في زوجك. ده العدل، يعني ده المطلوب من حضرتك.
لكن حضرتك تتعصبي لأهلك وجوزك ياخد بالجزمة، يبقى لا كرامة ولا احترام ولا سمع ولا طاعة. أنت لست زوجة مسلمة صالحة، أنت لست قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، أنت امرأة حنانة تستحقين الطلاق وتستوجبين العقاب من الله. لو قابلت ربنا بذنبك ده، أنت المسؤولة عن خراب بيتك، وأنت المسؤولة عن إفساد العلاقة الزوجية، وأنت المسؤولة عن أي ضرر نفسي أو عضوي يصل إلى أولادك. وأسرتك لو بيشجعوك على هذا الخطأ يشاركونك الجرم والإثم والذنب بين يدي الله تبارك وتعالى. يا ريت كل الإخوات اللي بيسخنوا على إخواتهم يبقوا خايفين عليهم من النار. يا ريت كل الإخوة اللي ما يستحملوش كلمة على أخواتهم ما يخافوا إنه يسيبوا إخواتهم ويروحوا النار. يا ريت كل أم بتتدخل في حياة بنتها يبقى همها الأول أن تحمي بنتها من النار. يا ريت كل أب خايف على نفسه من النار وخايف على مراته وعياله من النار ما يقبلش من بنته أن تكون ظالمة لزوجها، ولا يقبل من ابنه أن يكون ظالما لزوجته. فالحقوق التي بين العباد مبنية على المشاحة. احنا بندعي ربنا يا حبايبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، جميل، بعدها ايه على طول؟ وكفر عنا سيئاتنا. لان الذنب اللي بيننا وبين ربنا مجرد ما بقول استغفر الله واتوب اليه من كرمه وفضله وجوده ولطفه سبحانه وتعالى، بيقول لي غفرت لك يا عبدي. خلاص، هو قال كده، لو اتاني بقراب الارض خطايا ثم استغفر غفرت له ولا ابالي. كريم سبحانه وتعالى. مجرد ما بنقول نستغفر الله بيغفر. لكن لما يبقى الحق العبد من عباد الله، ربنا حكم عدل، لازم كفارة، يعني لازم ندفع ثمن الحق اللي علينا الأول. ثمن الحق اللي علينا لو بالعدل هياخد ربنا من حسناتنا يديها للي احنا ظلمناه، ولو ما عندناش حسنات هياخد ربنا من سيئات المظلوم ويحطها على كتافنا. وإن رضي الله عنا وعمن ظلمناه أو ظلمونا، ربنا هيكفر عنا إنه يدي المظلوم درجة في الجنة ما كانش يحصلها، عشان يعوضه عن حقه، عشان يسامح في حقه، عشان ربنا يدخل الاتنين الجنة. يقول ربي وفي لي مظلمتي من أخي. طب هوفيها لك ازاي يا عبدي؟ عايز ايه؟ يقول له يا رب اديني من حسناتي. يقول له ما عندوش حسنات او حسناته ما كفتش. يقول له طب وانا اعمل ايه يا رب؟ خد من سيئاتي حطها على كتافه. فربنا اذا كان راضي عن العبد اللي هو طلب من ربنا يكفر عنه سيئاته وربنا قبل الدعوة منه، يوم يقول للمظلوم انظر عبدي فيرى القصور العالية والجنان لمن هذا يا رب؟ ده غالية قوي. يقول له لمن يملك الثمن. يقول له ومن يملك ثمنها يا رب؟ يقول له انت تملك الثمن. يقول له املكها بايه يا رب؟ يقول له بعفوك عن اخيك، اللي هو كان طالب حقه منه، بعفوك عن اخيك. يقول له يا رب اشهدك اني قد عفوت عنه. يقول له خذ بيد اخيك وادخل الجنة. اوعوا تفكروا ان الحقوق اللي بينكم كزوجين هتضيع عند ربنا. هو انت لو جوزك ظلمك هيضيع حقك؟ وانت لما تظلمي جوزك يا حنانه يا منانه اللي عماله تمني عليه وتغلطي فيه وتتعصبي عليه بنفسك وذاتك واهلك، هيسيبها لك ربنا؟ يا ياخد من حسنات الظالم يا يحط عليه من سيئات المظلوم. يا حبايبي خلونا نطمع في رحمه ربنا، ان ربنا يتحمل عنا، كريم يكفر عنا سيئاتنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إن العصبية من المرأة والتعالي من المرأة بأهلها على حساب زوجها، ترتفع بأهلها وتنتقص من زوجها، ترتفع بأصحابها وتنتقص من زوجها، ترتفع بعشيقها أو بمحبوبها وتنتقص من زوجها. استني جهنم ولن تنجي من عذاب الله إلا لو سارعت بالتوبة إلى الله.
مهما كان الهم اللي انت شلتيه والذنب اللي انت عملتيه والبكابورت اللي انت عايشة فيه، طالما لسه بتتنفسي قدامك فرصة ان صدقت في التوبة الى الله ان يستمر ستر ربنا عليكي، وربنا يغفر لك ذنبك ويكفر عنك سيئاتك، يرد جوزك عنك، يدي ربنا من فضله اللي بيها يسامحك، وتقابلي رب كريم وتعيشوا سعدة، تربي عيالكم صح وتخشوا الجنة. إن الآباء الذين يخافون الله لا يقبلون من أبنائهم ذكورا أو إناثا إلا ما يرضي الله. وما فيش واحد يقول لي أنا مش قادر أعمل حاجة، ما ينفعش. ولا واحدة تقول لي أنا مش قادر أعمل حاجة، ما ينفعش. ولا واحد يقول لي هو ده اللي لازم يمشي، امال يعني هي ده عايزة أهلها. ولا واحدة تقول لي واحنا عملنا ايه يعني، ما كل الامهات بتعمل كده. لا، شرع الله هو الحكم، والحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله، والكلمة في الأسرة ليست بعد الله في المباحات إلا للزوج، وليس للمرأة المسلمة إلا أن تسمع لزوجها وتطيع، فإن تعصبت عليه بسبب نفسها ذاتها كما قلنا في الحلقة الماضية أو بأهلها وأصحابها اليوم، فهي امرأة تخرب بيتها عياذا بالله. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى ومن السلب بعد العطاء. أصلح الله بيننا وبين أهلينا في خير، ونجى الله بيوت المسلمين من كل عوامل الشر والإفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.